بيبدا فيلمنا باخونا الروك وهو بيرقص رقصه دلعني يا لمونه للفنانه ريهام زيتونه، وساعتها كان وزنه زايد حبتين وشبه الكرتون. في نفس الوقت الطالب كيلفن بيكون في الوقت ده الطالب المثالي في المدرسه، ومشهور بحركه كده اسمها النفاسه الذهبيه اللي هي عندنا اسمها شقلب على القش، ما علينا. وبما انه الطالب المثالي بيقول خطاب تشجيعي كده لاصحابه في سنه التخرج، وفجاه بيلاقي شويه شباب خلوا منظر الروك هباب، والمدرسه كلها ضحكت عليه، بس الوحيد اللي ما ضحكش عليه هو كيلفن، واداله الجاكيت بتاعه علشان يستر نفسه. بعدها كيلفن بيتخرج وبيشتغل محاسب قد الدنيا في البنك الاهلي، بس بيكون كاره الشغل والناس اللي في الشغل وكاره نفسه شخصيا. ولما بيخرج مع مراته بتوري له فستان وبتقول له ان ده اللي هتلبسه في حفل لم الشمل، بس بتتفاجئ من ردة فعله لانه قال لها انه مش رايح، وبيفضل يتخانق معاها كتير، واخر ما يزهق بيسيبها ويرجع الشغل. بيلاقي ان في حد بعت له اد باسم بابو ستون، ولما بيعرف انه كان في نفس المدرسه بيقبل الاد. بيلاقي اتصال من مراته وبتقول له لا مؤاخذه يا حبيبي على اللي هقوله، بس انت لازم تروح عند طبيب نفسي. الله طبعا يا حبيبتي طبعا اكيد، امال طول ما انا معاك هروح عند طبيب بيطري ان شاء الله. المهم بيلاقي رساله من بوب ستون وبيعرف انه الشاب اللي كان شكله كفته في حفل التخرج، فبينزل يقابله بس بيستغرب جدا من شكله لان شكل جسمه اتحول 180 درجه. فبيساله عملت ايه عشان تخلي شكل جسمك كده؟ قال له ولا حاجه، يا دوب كنت بتدرب 6 ساعات في اليوم على مدار 20 سنه اللي فاتت. وانت يا كيلفن يا اخويا عملت ايه؟ قال له كنت بلعب يوجا مع المدام. بوب راح يجيب كاسين لزوم القعده، بس في واحد حب يعمل نمره كده وياخد الكرسي بتاعه. ساعتها رجع بوب ونزل فيه ضرب هو واصحابه وخلص عليهم في 2 كلام. طبعا كيلفن ما بيبقاش مصدق اللي بوب عمله، وبياخده بيروح على المدرسه اللي كانوا فيها، وكيلفن بيفكروا باللي حصل له وقت حفل التخرج. بوب بيتضايق بس قال ان الماضي للماضي، وفضل يقول لكيلفن انه جامد وانه كان بطل المدرسه، وطلب منه يعمل حركه النفاسه الذهبيه ويشجع فيه لحد ما عملها، ويا ريته ما عملها. بعدها بيوصلوا البيت وبيقولوا ان السهره كانت حلوه. كيلفن قال له لو احتجت حاجه في اي وقت كلمني. طبعا بوب ما بيصدق وقال له انه حسابه البنكي فيه مشكله وعاوز يحلها. ولما كيلفن بيفتح الحساب بيلاقيه متصل بحسابات كتير جدا وهميه من الصين وسوريا وايران، وقال له ان ده حساب مراهنات وانه دخل فيه ملايين ومليارات. وفجاه الحساب بيتقفل وظهر له انه مش مصرح بيدخل الحساب ده. ساعتها بوب وقع البير على اللابتوب عشان كيلفن ما يعرفش حاجه عن الحساب، لا وكمان طلب منه انه يبات عنده، بس الهدوم بتبقى كبيره حبتين عليه. وتاني يوم بيلاقي بوب مبهدل الدنيا حواليه. الجرس بيرن ولما بيفتح بتكون عميله من وكاله الاستخبارات المركزيه واسمها هاريس، بتساله عن بوب. قال لها انه نايم عنده جوه. ساعتها كلهم مسكوا الاسلحه ودخلوا يشوفوه، بس ما لقوش حاجه. ولما كيلفن دخل لقى كل حاجه مترتبه ومفيش اثر لبوب. هاريس بتقول له ان بوب ده مريض نفسي ومتهم في قضيه قتل وسرقه، ومعاه اسرار دوله عايز يبيعها للاعداء، وانها لو وصلت للايد الغلط الحرب العالميه الثالثه هتقوم. طبعا كيلفن ما بيبقاش مصدق اللي بيسمعه، والعامله بتروح معاه الشغل وبتستخدمه كطعم عشان تقدر تمسك بوب. وفعلا اول ما يقعد على المكتب بوب بيتصل بيه. طبعا العامله بتبقى سامعه المكالمه وبتقول له يتعامل عادي. ساعتها بوب طلب انه يقابله وقال له انه على السلم وطالع. العمير هاريس اخذت الشباب ونزل الجري عشان يمسكوه، وكيلفن دخل بسرعه واستخبى في المكتب، بس لقى بوب في المكتب ومستنيه، وكمان اخذ منه الجرافطه وربطها في انذار الحريق وولع فيها. وساله اذا كان معاه في العمليه دي ولا لا. كيلفن قال له لا. قال له تبقى معايا، توكلنا على الله. وحاولوا انه يديله مسدس، بس كيلفن طلع جري عشان يبلغ عنه، بس بوب طلع وراه وخده ووقع على الارض وفضل يضرب نار على الشرطه. كيلفن عاوز يفلت منه باي شكل بس مش عارف. المكان اتملى بالشرطه وبوب نزل فيهم ضرب ومش راحم حد، وواخد كيلفن في طريقه زي ابنه لحد ما اتحاصروا، والشرطه فكرت انها مسكتهم، لكن بوب بيعد من 1 ل3 وانذار الحريق بيشتغل. وساعتها المايه مالت المكان وبوب بيرمي عليهم قنبله صوتيه وبياخد كيلفن وبينط من المبنى. بيركبوا عربيه وبيمشوا قبل ما العامله تمسكهم. وهنا بقى بوب حكى لكيلفن عن كل اللي بيحصل، وقالوا ان من فتره كان في عدو للدوله اسمه الرمزي الغرير الاسود، سرق مفاتيح تشفير برنامج اقمار التجسس الصناعيه لامريكا، وناوي يبيعها لواحد من على موقع المزادات اللي شفته وقت ما اللابتوب اتحرق. ولو فقدنا السيطره على الاقمار دي هنكون معرضين للهجوم من اي ارهابي، وانه محتاج عشان يجيب له رقم التحويل الفايز بالمزايده اللي هتحصل، وبكده يقدروا يمسكوا الغرير الاسود. بس كيلفن بيرفض وقال له يوقف العربيه حالا. ولما نزلوا بوب قال له ان بعد ما الغرير الاسود سرق اكواد التشفير اخذ صديقه فيل ومشي وراه، بس للاسف كان عارف وحضر لهم كمين. ساعتها الاسانسير قفل على فيل وانفجر بيه، وبوب ما قدرش ينقذ صاحبه. ما كملوش كلام ولقوا واحد داخل عليهم ونزل فيهم ضرب نار وفضل يعمل حركات وشقلباظات، بس بوب قدر يوقعه. ساعتها كيلفن استغل الفرصه وخد الموتوسيكل وخلع من بوب، وكلم مراته وطلب منها انه يقابلها عند الدكتور دان. ولما وصل بدل ما يدخل للدكتور دخل البوكس على طول. والعامله هاريس قالت لكيلفن ان اخر جلسه تقييم نفسيه لبوب اكدت انه شخص مهووس بشبح في خياله ومسميه الغرير الاسود، وده خلاه يدخل في حاله عدم استقرار، خاصه لما بلغ عن صديقه فيل. قال لها ان بوب قال له ان الغرير الاسود هو اللي قتله. قالت له ان الغرير الاسود ده هو بوب ستون، وقالت له انه بعد ما سرق اكواد التشفير خان صديقه فيل وقتله، ووروا له اخر حاجه اتبقت من فيل. لما سالها ليه بوب ما باعش اكواد التشفير قالت له عشان يبيعها لازم يدخل لموقع المزايدات عشان يقدر يلاقي الشاري المناسب، وعشان يعمل كده محتاج رقم التحويل، علشان كده هو محتاجك معاه. وادته جهاز عشان لما يكون مع بوب يسلمه ليهم. بنروح بقى لمراته ماجي وهي قاعده مع الدكتور دان،
ولما كلفن بيجي بيلاقي ان الدكتور هو بوب ستون، فبيتخض وبيخاف جدا لان ماجي ما تعرفش مين هو بوب. ولما بيهدى بوب بيعمل انه دكتور فعلا وبيفضل يساله عن نفسه ويعمل له جلسات اطفال لحد ما كلفن زهق وكان هيمشي. ساعتها ماجي قالت له انه مش فارق معاه جوازهم وسابته ومشي. كلفن طلع الجهاز وكان لسه هيستدعي هاريس، لكن بوب اقنعه انه مش معاه اكواد التشفير وانه محتاجه عشان يعرف مكانها من خلال انه يجيب له ارقام التحويل. كلفن صدقه وراحوا الحي المال عن صديقهم تريفر اللي طلع بوب سلبوته قدام الجمهور وقت حفل التخرج، وده لانه رئيس الحي المالي ومعاه الصلاحيه انه يدخل على اي حساب. تريفر بيسالهم لو كانوا هيحضروا حفل لم الشمل بالليل، ولما عرف انهم هيحضروا فضل يضايق في بوب زي ما كان بيعمل معاه في الاول، وقالوا ان التخين هيفضل تخين. والغريب ان بوب ما فتحش بقه بكلمه، واخر ما زهق سابه ومشي من غير ما يتكلم كلمه، وكمل تريقه على كلفن لكنه استحمل لحد ما ياخد ارقام التحويل. ولما خرج لقى هاريس بتتصل عليه وبتهدده انها تقبض على ماجي مراته لو فكر يخونها، وانه لو ما قالش على مكان بوب حالا مش هيشوف ماجي تاني. كلفن بيروح لبوب وكان لسه هيقول له على اللي حصل، بس بوب بيقول له انه الشخص الوحيد اللي بيثق فيه وانه ملوش صحاب غيره. بس للاسف كلفن بيقول له انه اضطر يبلغ عنه عشان ينقذ مراته. وفعلا هاريس بتيجي وبتقبض على بوب وبتاخده في غرفه الاستجواب وقعدت تخلع ضوافره. وفجاه كلفن بيتجرأ وبيضرب واحد من الحراس وبياخد سلاحه، وكمان ثبت الباقيين ودخل لبوب انقذه. وبعد ما ربطوا هاريس وخرجوا لقوا الحراس بيضرب عليهم نار. اخونا بوب مسكهم كسرهم واحد واحد، وهم خارجين اخد قنبله وفجر العربيه عشان ما يجروش وراهم. وفعلا هاريس والشباب طلعوا وضربوا عليهم نار بس قدروا يهربوا. وكلفن عرف مكان تسليم اكواد التشفير وهو في مدينه بوسطن، وعشان يروحوا المكان ده محتاجين طياره. بوب بيسال كلفن عمرك سرقت طياره قبل كده؟ قال له سرقت البانه، انفع؟ قال له طبعا. واتفقوا ان كلفن هيشتت انتباه الحارس وبوب هيسرق الطياره. وفعلا دخل وفضل يتكلم مع الحارس لحد ما بوب سرق الطياره ومشيوا بيها. ولما وصلوا بوسطن بوب طلب من كلفن يفضل بره وهو يدخل يشوف مكان التسليم لوحده، وفعلا بياخد سلاحه وبيروح على مكان التسليم. في نفس الوقت كلفن شاف هاريس وكان مفكرها هي الغريب الاسود، طلع جري وراح مكان التسليم عشان يقول لبوب، بس بوب ضربه طلقه وكمل كلام مع المشتري، وكان لسه هيديله رموز التشفير لقى صديقه فين لسه عايش، وهو كمان قال للمشتري انه الغريب الاسود وان الرموز معاه هو. وبنعرف ان كلفن لسه عايش والطلقه عورته بس في رقبته. اخر من المشتري زهق قال لهم يرموا الرموز هما الاثنين، وقبل ما ياخدها هاريس دخلت هي ورجالتها ونزلوا فيهم ضرب. كل ده والرموز لسه على الارض. كلفن بيتجرأ المره الثانيه وبيطلع جري ياخدها، بيضربوا عليه نار بس بيعرف يجري منهم. والمشتري كان لسه هيدخل فيه بالعربيه بس بوب لحقه وكسر المشتري بعربيته وطلع جري من بوب عشان ضرب نار عليه. بيوصل لمكانه وبيفتكر ان كده هرب، بس بيلاقي بوب وراه وفيل قدامه وهما الاثنين مصوبين السلاح عليه وبداوا يضربوا نار على بعض، والسلاح خلص فقالوا يكملوا ضرب بالايد. وكلفن مسك السلاح وصوب غلط فضرب بوب طلقه في الدركسيون. ساعتها فيل ضربه واحده خدها ما قامش تاني وطلب من كلفن انه يديله الرموز. ولما قرب منه كلفن حاول يضربه بس السلاح كان فاضي. وهنا بقى فيل حكى لنا هو خدع بوب ازاي، وانه كان طول الوقت الغريب الاسود. لما دخل الاسانسير كان معاه كيس دم وقنبله، واول ما انفجرت المكان كله بقى دم وهو خرج من الاسانسير من فوق، وكده يبان ان بوب قتل صاحبه وهيتسجن. بس كلفن بيعمل حركه النفس الذهبيه تاني وبرضه يا ريته ما عملها، بس دي كان عشان يلفت انتباهه مش اكتر. ساعتها بوب قام وقطع حنجرته ورماه في النيل، واخد كلفن عشان يحضروا حفل لم الشمل. ولما بيوصلوا هاريس بتشكر بوب على انه امن رموز الاقمار الصناعيه لانه انقذ اسرار الدوله كلها. كده نعرف ان بوب كان مع هاريس طول الوقت، وكلفن اخد ناجي ودخلوا كلهم الحفله. بس بوب كان متوتر جدا وحاول انه يمشي لكن كلفن وقفه. وساعتها بداوا يعلنوا عن ملك وملكه حفل لم الشمل، والملك هو بوب ستون. طبعا ما حدش عارف الاسم ده، بس كلفن بيقوم بالواجب وبيقول لماجي ان هو اللي اتلعب بالاصوات وخلى بوب هو الملك. تريفر بيكون متعصب ان بوب هو اللي فاز وبيفضل يهينه كالعاده ويشتمه. وهنا بقى بوب اداله واحده خلى وشه في قفاه وطلع على المنصه قدام كل الموجودين وقال لهم انه من 20 سنه اصحابه حرجوه في المكان ده وطلعوه من غير هدوم، فانا هكرر لكم المشهد ده. وقام واقف لهم على الله حكايه، وبرضه رقص لهم رقصه دلعاني يا لمونه. بعدها الاخت ماجي ربنا يتعها بالسلامه وبقت حامل في كلفن صغير. وما تنساش تعمل فولو للقناه واكتب لي رايك في كومنت. اشوفكم على خير.